عمرك سمعت عن المنسلين؟ الناس اللي أرواحهم بتسيب أجسامهم بالليل وتتحول لقطط. تخيل كده تصحى تلاقي على جسمك خربوش أو كدمة زرقاء وانت نايم في سابع نومة. دي مش مجرد خرافة، دي حكاية حياة. حياة اللي عاشت الرعب ده بنفسها وهي لسه طفلة، وحكت كل الأسرار دي لصديقتها سارة. الموضوع بدأ أول ما حياة تغمض عينها وتدخل في النوم. فجأة نبض قلبها بيقل وجسمها بيبتدي كده يبقى زي الجثة الهامدة، لا بيتحرك ولا بيحس. في الوقت ده روحها بتخرج من جسمها وتتجسد في شكل قطة ملهاش ديل. بتقول إن هي بتبدأ تلاحظ الموضوع ده قبل ما تكمل 6 سنين. كانت كل ما تصحى تلاقي قطط كتير واقفة تحت الشباك بيبصوا لها بتركيز كأنهم مستنيين القائدة بتاعتهم تخرج. وساعات كانت بتفتح عينيها تلاقي قطط غريبة نايمة جنبها على السرير، وكأنهم بيحرسوها أو أصدقائها يعني. فلما سألوها طيب أهلك ما كانوش بيقفلوا الأبواب والشبابيك علشان يمنعوكي من الخروج؟ ردت ببرود يرعب كده، ومين قال إن الحيطان بتوقفني؟ الروح وهي خارجة ما بيفرقش معاها خشب ولا حديد. كانت بتلاقي نفسها في الشارع في ثانية، وتلف وتروح بيوت قرايبها وتدخل من تحت الأعتاب ومن وسط الجدران كأنها هوا مفيش أي حاجة. في ليلة من الليالي روح حياة وهي في جسم القطة دخلت بيت عمها. كانت جعانة، وبما إن عقلها بشري فرفضت تاكل من الزبالة ودخلت المطبخ تفتح التلاجة عادي وتدور على أكل نضيف. فجأة مرات عمها شافتها وافتكرتها قطة بتسرق الأكل، وجابت عصاية المقشة ونزلت فوقها بضربة قوية جدا. المرعب بقى إن البنت صحيت الصبح في بيتها وهي بتصرخ من الوجع. لما كشفوا على جسمها لقوا كدمات زرقاء وجروح حقيقية في نفس المكان اللي القطة اتضربت فيه. ومن هنا القرية كلها عرفت إن البنت ديت توأم منسل، وبقى يخافوا يضربوا أي قطة من غير ديل أحسن تطلع حد من قرايبهم والضربة ترد في جسمه البشري. الموضوع ده ما كانش تحول، ده كان فيه شر وتحدي. مرة أستاذة حياة اتخانقت مع بنت الجيران، وبكل جراءة راحت لأم البنت وقالت لها أنا هاجي بالليل وأنا قطة وأموت بنتك. الست من رعبها صدقت التهديد وخدت بنتها وهربت من البيت فورا، لأنها عارفة إن المنسل ما بيجاملش في انتقامه. لما سارة سألتها طيب مش يمكن ده مجرد حلم؟ ردت بقصة تخلي الدم يقف في العروق. قالت إذا كان في بنت تانية روحها بتتحول لقطة وفي ليلة خرجت ومطلعتش عليها الشمس بجسمها البشري. أهلها حاولوا يصحوها لقوها جثة ميتة بس فيها نبض ضعيف. فضلوا يدوروا لحد ما عرفوا إن في ناس في منطقة تانية حبسوا قطة غريبة دخلت عندهم. وأول ما فكوا القطة البنت في بيتها قامت فجأة وشقت ورجعت لها الروح. علشان يخلصوا التوأم من اللعنة دي كان في طرق أغرب من الخيال. ميزان البقال يوزنوا الطفل عند البقال ومحدش عارف ايه السر في الميزان ده بالذات. ولبن الإبل يشربوه عشان الروح تثبت في الجسم. وذبح حمامة، ودي كانت أوحش طريقة، إنهم يجيبوا حمامة ويخبطوا راسها في الحيط أو في حجر لحد ما تموت، والطفل ياكلها عشان يقطع عرق التحول ده. لكن حياة بطلت تتحول وهي في تالتة ابتدائي، ومات السر معاها، لكنها لسه فاكرة كل لحظة كانت فيها بتمشي بأربع رجول وعينين بتشوف في الضلمة. سبحان الله، الموضوع ده فعلا وناس كتير أوي حكت عليه. لو أول مرة تتابعنا فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة ودوس لايك واكتب لنا تعليق يحسسنا إن احنا بنعمل حاجة كويسة، وقول لنا ايه رأيك في القصص اللي بنكتبها. ولو في أي تعليقات إن احنا نحدث نفسنا ياريت تعرفنا. وآخر كلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.